مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار النادي الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. سيد عبد الحفيظ يستعد لحضور تدريبات الاهلي الايام القادمه بعد انتهاء فتره الراحه الذي حصل عليها لاعبي الفريق من جانب الجهاز الفني بقياده الدنماركي ياس توروب، وذلك من اجل تجديد الثقه في اللاعبين والجهاز الفني بالكامل لتحقيق نتائج جيده في مباريات الحسم في بطوله الدوري لحصد اللقب. الكابتن سيد عبد الحفيظ يؤكد لياس توروب بان النادي لم يتفاوض مع اي مدرب اجنبي اخر في الوقت الحالي مثلما تداولت بعض الاخبار في الايام الماضيه، وذلك من اجل تجديد الثقه في المدرب لاداره مباريات الحسم في بطوله الدوري بافضل شكل من الناحيه الفنيه. وتقارير صحفيه تؤكد بان قرار تجديد الثقه في ياس توروب جاء بعدما تاكد مسؤول الاهلي من عدم تنازل المدرب عن قيمه الشرط الجزائي المتواجد في عقده حاليا مع الاهلي في حال استقر مسؤول النادي على رحيله، وذلك لمخاوف الاداره من تعرض النادي الى اي اعباء ماليه ضخمه نظرا لقيمه الشرط الجزائي المتواجد في عقد ياس توروب مع الاهلي. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن رغبة النادي في التعاقد مع المدرب المغربي وليد الركراكي من أجل توليه القيادة الفنية للفريق خلافة ياس توروب. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن كل ما تم تداوله عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، فالنادي لم يدخل في أي مفاوضات أو استفسارات مع المدرب المغربي من أجل توليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الأهلي مازال مرتبط بعقد مع ياس توروب ولا ينوي للتعاقد مع أي مدرب أجنبي آخر إلا في حال إنهاء كل شيء بشكل ودي مع ياس توروب أو عقب نهاية تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم. ياس توروب يعود للقاهرة بعد قضاء أجازة مع العائلة في شرم الشيخ ويستعد لاستئناف التدريبات مع الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في أول مباريات الحسم لبطولة الدوري. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن هناك اجتماع غدا من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور مع ياس توروب للحديث عن كل الأخطاء التي تسببت في تراجع نتائج ومستوى الفريق في المباريات مؤخرا، وذلك لإعادة الانضباط والروح مجددا داخل غرف الملابس لتقديم نتائج جيدة في مباريات الفريق المتبقية في بطولة الدوري لحسم اللقب. مصدر يؤكد بأن الكابتن محمود الخطيب أكد لياس توروب بأن الإدارة لن تتدخل في اختصاصاته الفنية ولن تضيف أي عنصر في جهازه المعاون كما تردد في بعض التقارير الأيام الماضية، وأكد له بأن الإدارة ستقدم له كل الدعم والمساندة حتى ينجح في التتويج ببطولة الدوري والتي تحتاج إلى مجهودات مضاعفة من الجميع في النادي، وإنه سيكون له كل الحماية والصلاحيات لمعاقبة اللاعبين الغير منضبطين داخل غرف الملابس لعدم تكرار أي أزمات خلال الفترة القادمة، وذلك لإعادة الانضباط والروح مجددا للفريق خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف النادي وجماهيره بحصد لقب الدوري. الأهلي يتراقب من بعيد موقف وسام أبو علي من الرحيل عن نادي كولومبوس كور الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لمعرفة موقف الأهلي من المطالبة بنسبة إعادة بيعه بعدما تأكد بأن اللاعب لديه عدة عروض من الدوري التركي والفرنسي وعدة أندية في الخليج. ومصدر بالأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الأخيرة عن تفكير النادي في إعادة وسام أبو علي لخط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويؤكد بأن كل ما تم تداوله عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية نظرا لقيمة اللاعب الذي ستكون مرتفعة للغاية من أجل الحصول على خدماته، فالنادي سيكون أمامه عدة خيارات هجومية أخرى في الصيف القادم للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي لإملاء الفراغ المتواجد حاليا في مركز المهاجم. مصدر داخل الأهلي ينفي كل ما تم تداوله عن استقرار النادي على رحيل أحمد السيد زيزو عن الفريق في الصيف القادم بسبب قيمة عقد اللاعب المرتفعة والتي تسببت في إحداث أزمات داخل غرف الملابس مؤخرا، ويؤكد بأن النادي لا يفكر في رحيل اللاعب عن الفريق لكونه أحد أهم الركائز الأساسية في المباريات مع الأهلي، وأن من يروج لهذا الأخبار فهم أشخاص يعملون من أجل إحداث أزمات داخل الأهلي، لكن الإدارة ستتعامل مع كل هذا المواقف. مصدر مقرب من أحمد السيد زيزو يؤكد بأن اللاعب لا يفكر إطلاقا في الرحيل عن الأهلي مثلما تداولت العديد من الأخبار في الأيام الماضية، ويؤكد بأن اللاعب لديه رغبة قوية بالاستمرار مع الأهلي ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات والعودة لحصد كل الألقاب الممكنة بعد إخفاق الأهلي من دوري الأبطال، وينفي أيضا عن تلقي اللاعب عدة عروض من أحد الأندية في الخليج بأرقام خيالية من أجل الحصول على خدماته.
احمد يحيى وكيل احمد عبد القادر يؤكد عبر قناه MBC مصر بان كل ما يقال عن حدوث كوبري من اجل انتقال موكله الى الزمالك امر غير صحيح ولا اساس له من الصحه، ويؤكد بانه غير منطقي لان كان عقد اللاعب متبقي فيه 6 شهور فقط وكان من حقه التوقيع لاي نادي اخر في يناير الماضي. واكد ايضا بان موكله كان لديه رغبه كبيره بالاستمرار مع الاهلي لكنه شعر بعدم التقدير من جانب مسؤول النادي بسبب امتلاك الاهلي عده عناصر اساسيه في مركزه، وقرار رحيله عن الاهلي جاء لرغبته بالحصول على فرصة المشاركة وليس كوبري من أجل الانضمام للزمالك مثلما يقال. فعبد القادر كان لديه رغبة كبيرة بالاستمرار مع الأهلي في حال ضمان الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات. الكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور يعملون على إيجاد حل نهائي لأزمة اللاعبين الأجانب التي تم إعارتهم من الخارج ويحصلون على جزء من رواتبهم من خزينة الأهلي، ومحاولات مكثفة من جانب الثنائي من أجل إنهاء التعاقد مع هؤلاء اللاعبين أمثال أشرف داري ورضا سليم ومحمد الضوي كريستو وجرادي شار قبل بداية التحضير للموسم الجديد. مصدر يؤكد بأن الأهلي بدأ التحرك بقوة من أجل تجديد عقد أليو ديانج مع الفريق بعدما تعثر انتقاله إلى نادي فالنسيا الأسباني وتراجع النادي الأسباني عن ضمه. ويؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ حصل على موافقة الأستاذ ياسين منصور من أجل بدء جولة مفاوضات جديدة مع أليو ديانج لحسم ملف تجديد تعاقده مع الأهلي. وأكد أيضا بأنه في حال رفض أليو ديانج التجديد مع الأهلي سيكون النادي أمامه خيارات أخرى لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. مقترح قوي بالأهلي بإعادة حمدي فتحي لخط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال رفض أليو ديانج التجديد مع الأهلي مجددا. ومصدر يؤكد بأن هناك ترحيب كبير داخل الأهلي بعودة حمدي فتحي ولكن في انتظار حسم موقف أليو ديانج مع النادي. ويؤكد بأنه في حال رفض أليو ديانج التجديد مع الأهلي خلال الفترة القادمة سيكون حمدي فتحي أحد أهم أو أول الخيارات للأهلي للعودة مجددا في الصيف القادم. أحمد شوبير يؤكد بأن إدارة الأهلي منفتحة على فكرة عودة بعض اللاعبين الذي رحلوا عن الأهلي السنة اللي فاتت وعلى أولوياتهم محمد عبد المنعم لو لديه رغبة في العودة مجددا. ويؤكد بأن إدارة الأهلي منفتحة جدا على عودة محمد عبد المنعم وكذلك رامي ربيعة والذي كان هناك رغبة كبيرة داخل الأهلي على عودته في الصيف القادم في حال عودته بشكل مجاني وبدون تفاوض الأهلي مع نادي العين الإماراتي، خاصة وأن الأهلي لديه رغبة قوية بإعادة رامي ربيعة لكن بشكل مجاني في حال رحب اللاعب بالعودة للأهلي مجددا. وأكد أيضا بأن حمدي فتحي في حسابات الأهلي لتدعيم خط الوسط في حال فشلت محاولات مسؤول النادي في التجديد لأليو ديانج خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى عودة أكرم توفيق والذي أصبح وارد جدا عودته للأهلي في الصيف القادم. فالأمور في الأهلي بشأن أكرم توفيق أصبحت في تقدم كبير جدا بشأن عودته مجددا، خاصة وأن أكرم توفيق مش بيلعب بشكل أساسي مع ناديه في قطر وهو قد يكون أقرب الراحلين اللي ممكن يعودوا للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك فضلا وليس أمرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار النادي الأهلي.